مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار لهذه الظهيرة. أبدأها لكم بعناوين النشرة. مهام زراعية فاعلة في هيكوتا. دعوة لتنسيق عمل الجهات المختصة تجاه الشباب. انتخابات مدراء الضواحي في مديرية حلحل. مقتل 3 جنود ماليين بانفجار لغم في وسط مالي. قتلى وجرحى في حريق بمومباي الهندية. وثوران بركان نشط بإندونيسيا. من العناوين إلى تفاصيل النشرة. أعلنت إدارة مديرية أيكوتا في الاجتماع التقييمي الذي عقدته عن تنفيذ أعمال فاعلة لإعادة توزيع الأراضي الزراعية المطرية. وذكر القائم بأعمال إدارة مديرية هيكوتا السيد أراغاي مبراتو عن توزيع الأراضي الزراعية لحوالي 6000 مواطن هذا العام، مشيرا إلى نجاح المهام بنسبة 93%. وأشار إلى القيام بحملات نفير شعبية مثمرة في مشروعي عد عمر وفيسكو الزراعيين وصيانة الجسور والطرق. وقيم الاجتماع جهود مكافحة الأمراض المنتقلة عبر الحدود وتحسين المشاركة المتدنية في التعليم. وذكر في الاجتماع بأن برامج عام 2018 ستركز على رفع المشاركة في التعليم وتحسين نتائج الطلاب والسيطرة على انتهاك القانون في أنشطة تنمية البساتين وأعمال التجارة وبناء المنازل، ورفع إرادة التنمية والتوعية لمكافحة الأمراض. دعا فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم جنوب البحر الأحمر في التقييم الذي أجراه لتعزيز تنسيق الجهات المختصة تجاه قضية الشباب. وأشار التقرير المقدم في الاجتماع إلى تنفيذ عملية إعادة تنظيم فرع الشباب العمال في مديريات عصب ووسط وجنوب دنكاليا، ومؤتمر الشباب العمال في مديرية أرعتة، وتنظيم دورات تدريبية للارتقاء بقدرات الشباب المهنية. وأوضح مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم جنوب البحر الأحمر الشاب عثمان عبد القادر عن تنفيذ أنشطة ناجحة بتضافر مؤسسات الحكومة والجبهة، داعيا لتعزيز دور لجنة أصدقاء الشباب لعمل أكثر فعالية. من جانبه أوضح مسؤول المكتب المركزي للاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد عقباي برهة إن بناء الشباب جزء من بناء الوطن ويتطلب التنسيق الكبير. وقدم حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد مانتاي وسكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السيد آدم علي توضيحا في الاجتماع حول دور ومساهمة الشباب لتطوير البلاد وتحديات وفرص الشباب. نظم في مديرية حلحل بإقليم عنسبة انتخابات لمدراء الضواحي ولجان القرى. وقال مدير المديرية السيد محمود إبراهيم في الانتخابات التي شهدت مشاركة واسعة للمرأة إن تعزيز منافسة المرأة في عملية الانتخابات وغيرها من المهام يبرز الوعي المتنامي وتطور الثقافة. أكد التقرير الذي قدمه مكتب السياحة في الإقليم الجنوبي عن ارتقاء وتحسن الخدمات التي تقدمها الفنادق المنتشرة في الإقليم. وأوضح القسم بأن الفنادق البالغ عددها 120 فندقا استضافت أكثر من 80 ألفا من الضيوف في هذا العام، وازدادت ضعفا مقارنة بالعام الماضي. وفي الكلمة التي ألقتها المديرة العامة لقسم السياحة في الإقليم الجنوبي السيدة أسمرة أبرهة، قالت فيها إن المراقبة المتواصلة للمؤسسات الخدمية ومنح دورات مهنية يساهم في تحسين الخدمات التي تقدمها، مؤكدة على العمل القوي لتقدمها في العام المقبل 2018. ويوجد في الإقليم الجنوبي 1281 مرفقا خدميا من الفنادق والمطاعم والحانات والمقاهي. شهدت مديرية الدقة في العام 2017 أعمالا فاعلة تمثلت في تجميع القرى المتناثرة والنفير الشعبي. وقدم مدير المديرية السيد هنس أبو ولدو ومسؤول الإدارة والمالية السيد سمعون يمانة تقريرا أوضح فيه البرامج التي سيرت في العام 2017 حول تجميع القرى وحملات التعبئة بخصوص إعادة الأراضي الزراعية.
ومساعدة أسر الشهداء وجمع ضريبة المواشي وكذلك الأنشطة التنفيرية. كما ذكر التقرير إلى إجراء انتخابات مدراء الضواحي والمدراء التنفيذيين وتطور برنامج التعليم وتوزيع أكثر من 34 ألف ناموسية معقمة وازدياد الولادة في المراكز الصحية، مشيرا إلى ارتفاع مشاركة الإناث في مائدة التعليم خاصة في المرحلة الابتدائية والمتوسطة بفضل الجهود المبذولة، إلا أنها لم تبلغ المرحلة المطلوبة. وأوضح عن استمرار العمل لحل إشكالية مياه الشرب في ضواحي عد الشيخ الأمين وعد إبراهيم وجرجناي وهواشايت وحاشاكيتو، وبناء خزان مياه في ضاحية كيرو، وصيانة الحواجز المائية في منطقة حاشاكيتو وعد إبراهيم. أعزائنا المشاهدين، كانت تلك الأخبار الداخلية. فاصل قصير وأعود بعدها لمتابعة الأخبار على الصعيد العالمي، فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. حيث قتل 3 جنود ماليين في انفجار لغم وسط البلاد وفق ما أعلن الجيش المالي، وذكر المصدر نفسه إن الحصيلة هي 3 قتلى إضافة إلى عدد من الجرحى بدون أن يذكر عددهم. وفي 21 من ديسمبر أعلن الجيش المالي أنه قتل 5 جهاديين وأنه خسر أحد جنوده خلال محاولته صد هجوم قرب نيونو وسط البلد. وقد سقطت شمال مالي في مارس وأبريل عام 2012 تحت سيطرة مجموعات جهادية متصلة بتنظيم القاعدة، وطرد القسم الأكبر من هذه المجموعات بعد تدخل عسكري فرنسي في يناير 2013، لكن مناطق بكاملها ما زالت لا تخضع لسيطرة القوات المالية والأجنبية التي تتعرض لهجمات دامية باستمرار، على الرغم من توقيع اتفاق سلام كان يفترض أن يؤدي إلى عزل الجهاديين نهائيا. ومنذ 2015 امتدت هذه الهجمات إلى وسط البلاد وجنوبها، بينما انتقلت هذه الظاهرة إلى البلدان المجاورة لا سيما منها بوركينا فاسو والنيجر. قال مسؤولون في الهند إن حريقا مهولا اندلع في مجمع في مدينة مومباي مما أدى إلى مقتل 15 شخصا على الأقل. وقد اندلع الحريق في مطعم فوق سطح مبنى في مجمع كامالا ميلز الشهير الذي يضم مطاعم ومركزا للتسوق، واجتاحت النيران المبنى خلال 30 دقيقة وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية. وقد جرح كثير من الأشخاص في الحريق ونقل العديد منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأفادت تقارير إعلامية بأن الشرطة الهندية بدأت تحقيقا عاجلا لمعرفة ملابسات الحادث. هذا وقال رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو إن 12 شخصا لقوا مصرعهم، بينهم طفل رضيع، بينما لحقت إصابات بالغة ب4 آخرين في حريق أتى على عدة طوابق في مبنى سكني في حي برونكس بمدينة نيويورك. وقال مفوض خدمات الإطفاء بالمدينة إن الحريق نشب في الطابق الأول من المبنى وسرعان ما امتد لأعلى، ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة ملابسات الحادث. وذكرت السلطات أن فرق الإطفاء أنقذت 12 شخصا من المبنى. اندلع بركان جبل سينابونغ وهو بركان إندونيسي نشط الأربعاء، ما أدى إلى انطلاق الرماد إلى ارتفاع 4 كيلومترات في السماء، بيد أن السلطات قالت إنه لم تقع أي إصابات. وقد ظل مستوى التنبيه للبركان في جزيرة سومطرة غربي إندونيسيا في أعلى مستوى له منذ أول ثوران قبل عامين، عندما لقي 6 أشخاص مصرعهم وتم إجلاء عشرات الآلاف من السكان المحليين. وحث بيان الصحفي من الوكالة الوطنية الإندونيسية للحد من أخطار الكوارث السكان على البقاء في حالة تأهب والامتناع عن دخول منطقة الخطر الواقعة على بعد 7 كيلومترات فوق أو حول فوهة البركان. وذكرت وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية إن إندونيسيا جزء من امتداد لمنطقة يطلق عليها حلقة النار حول المحيط الهادي، حيث الحركات المفاجئة للصفائح التكتونية الموجودة في عمق القشرة الأرضية تتسبب في حدوث 90% من الزلازل في العالم. ولدى إندونيسيا ما يقرب من 130 براكين نشطة، أكثر من أي بلد آخر. لم يعد العثور على مكان لوقوف السيارات في اليابان مشكلة كبيرة، وذلك بفضل سيارة يمكن أن تطوي نفسها وتنضغط في المساحات الصغيرة. مستوحاة من لعبة الروبوت اليابانية المتحولة غاندام، صمم مهندس الروبوتات الياباني الشهير كونيو أوكاوارا السيارة، والتي يأمل مطورها أن تكون جاهزة للسير في الشوارع في مارس 2018.
وعلى الرغم من سعرها المرتفع والذي يبلغ 70,000 دولار ويماثل شراء آخر موديل من سيارة لكزس، فإن الشركة قد قبلت بالفعل 30 طلبا من عملاء من اليابان والصين ودبي منذ إطلاقها في معرض طوكيو للسيارات في أكتوبر. وتقول الشركة إنها تستهدف بيع 300 سيارة سنويا للاستخدام حول المطارات أو في المواقع السياحية. وقال الرئيس والمدير التنفيذي في شركة فورلينك سيستمز التي عملت على إنشاء الجيل القادم من المركبات الذكية منذ عام 2008 إنه يأمل أيضا في جذب جيل من السائقين أقل اهتماما بالسيارات من الأجيال السابقة. بهذا أعزائنا المشاهدين نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الظهيرة. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. لكم تحياتي في تقديم نور الدين خليفة. إلى اللقاء.